المشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الرأي والمسال بأهم وأبرز ما جاء فيها. ارتفاع ملحوظ في نسبة الصيد التقليدي والحديث. تطعيم مجاني للمواشي في شبوة. إشادة بأنشطة المزارعين في عدن أمن. جيش مالي يقتل 100 متشدد في عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا. قاذفات أمريكية بالشرق الأوسط للمرة السادسة وإيران تهدد بالرد. والشرطة الأوروبية تسيطر على أخطر شبكة الجرائم الإلكترونية في العالم. مرحبا بكم. أفاد مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم شمال البحر الأحمر بارتفاع نسبة الصيد الجاري بسبل تقليدية وحديثة في العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة الجارية لتقوية قدرات الصيادين بتنظيم الدورات التدريبية وتقديم المعدات. وفي المقابلة التي أجراها مسؤول وحدة رقابة جودة الأسماك وتصريح توزيع القوارب في الفرع السيد توكو كداني مع وكالة إيرنا، أوضح فيها منح رخص تجارية ل 28 قارب صيد وتجديد الرخص ل 42 قارب آخر، مما ساهم في رفع أنشطة الصيد وتحسين حياة الصيادين المعيشية، إضافة إلى المساعي الحثيثة المبذولة لخلق الأسواق. وأشار السيد توكو إلى أن توفير الثلج هو من أهم متطلبات الصيادين، ويجري العمل لتلبية المتطلبات من خلال شركتين لإنتاج الثلوج، فيما تتخذ الخطوات لتوزيع السمك إلى كافة المناطق بأسعار مناسبة. وذكر السيد توكو بأن الوزارة تقوم بتشجيع ودعم الصيادين التقليديين وتوفير التسهيلات وتنظيم دورات تدريبية وتوفير الأسواق وحفظ أشجار الشورى في الجزر وتأسيس جمعيات تعاونية وانضواء الصيادين فيها، حيث تم تأهيل أكثر من 200 صياد في إطار تطوير القدرات المهنية. ومن أجل زيادة المعارف واكتساب التجارب تم إرسال بعض القدرات إلى دولة الهند. وتوضح مستندات مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم شمال البحر الأحمر بتنفيذ 70% من برامج العام 2020 الموضوعة بالنظر إلى التعليمات الصادرة لمكافحة كوفيد-19. جرت في مديرية الشعب عملية تطعيم مجاني لأكثر من 10,200 من الماعز والأغنام ضد مختلف الأمراض الجلدية والباطنية والكلاب ضد داء الكلب في ضواحي قدقد ولايبة ومنشب وماي إيلو وود إيلو ووقيرو. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية سيد حسن جمع تطعيم 57% فقط من المواشي التي يتوجب تطعيمها، داعيا لتطعيم المواشي المتبقية في الزمان والمكان المناسبين. وقال إن الهدف من التطعيم هو لمكافحة الأمراض التي تظهر في موسم الشتاء، داعيا أصحاب المواشي ليتوجه سريعا إلى الجهات المعنية في حال ظهور الأمراض على مواشيهم. وذكر أن أنشطة الرعاية البيطرية الجارية في إقليم شمال البحر الأحمر مكنت من السيطرة على أمراض الإجهاد والحصبة وغيرها من الأمراض الجلدية والباطنية. وأفاد المزارعون بأن برنامج التطعيم المنظم سنويا ساعد في ضمان صحة مواشيهم وتكاثرها. تلقى المحتاجون في مديرية دكام حاري بالإقليم الجنوبي دعما يقدر بنحو 4 مليون نقفة و5 كنتالات من الذرة. فقد قدم مبلغ 950 نقفة لكل من 79 محتاجا في عدي غولاغول بضاحية تخول، و1500 نقفة لكل من 38 محتاجا في ضاحية وقرتي. كما تم توزيع 98 ألف نقفة ل 140 محتاجا في ضاحية قرع. وقدم السيد ميكائيل تسقاي صاحب طاحونة في مدينة دقم حري 4 كنتال ذرة بعد طحنه لكل 20 محتاج.
في غضون ذلك قدم مبلغ 10,650 نقفة لأسر الشهداء و35 مواطنا لديهم بعض المشكلات الصحية في ضحية الدخول. من جهة أخرى تم فرض غرامات على 21 مؤسسة تجارية بمدينة دق محري لانتهاكها إجراءات مكافحة كورونا ومعاقبة شاحنة كانت في طريقها من أسمرة إلى دق محري لنفس السبب. كما اتخذت الإجراءات القانونية ضد 24 متجرا لبيع مواد غذائية ومواد نظافة منتهية الصلاحية حيث تم إحراقها. أوضح المزارعون النموذجيون في عدن أمن بمديرية لوغو عنسبة بأن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي يقومون بها زادت من إنتاجهم الزراعي. وقال المزارع النموذجي تصفى مريم قبر أندرياس الذي بدأ مزاولة النشاط الزراعي بدعم وزارة الزراعة، قال بأن مزرعته بدأت في الإنتاج الجيد بفضل الجهود التي بذلها. وأوضح بأن خزان تجميع مياه السيول المشترية في المنطقة ساهم في تنمية مياه الآبار، حيث يقوم إلى جانب تنمية الخضروات بزراعة المئات من أشجار البرتقال والبن. وقال مساعد مدير ضاحية عدن أمن السيد سيوم بايراي بأن أعمال حماية التربة وحفظ المياه التي يقوم بها من نمو البساتين عامة والمزارع تصفى مريم خاصة تساهم في تنمية المياه الجوفية ورفع الإنتاجية. استشهد يوم أمس 27 من يناير المناضل العقيد قرماي قوري يسوس في الساعتين عضو قسم الهجرة والجنسية إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 63 عاما. والتحق المناضل العقيد قرماي قبر يسوس بصفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في العام 1973 وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص، إبان النضال التحرري في الجبهات الأمامية من جندي إلى مستوى قائد لواء. وبعد الاستقلال خدم في قسم الإدارة الجماهيرية وقسم الهجرة والجنسية على مستوى مسؤول إقليم. الشهيد المناضل العقيد قرماي قبر يسوس رب أسرة وأب ل5 من الأبناء، ووري جسمانه السرى منتصف اليوم 28 من يناير في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وأعرب المكتب المركزي لقسم الهجرة والجنسية عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل العقيد قرماي قبر يسوس، وقدم حر تعزيه لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش المالي بالتعاون مع القوات الفرنسية في بيان أول أمس الثلاثاء عن مقتل 100 متشدد وأسر 20 آخرين في عملية مشتركة بين البلدين نفذت خلال يناير الحالي بوسط الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وقال إن الحملة استمرت من 22 من الشهر الجاري واستهدفت مناطق على الحدود مع بوركينا فاسو، حيث تسيطر جماعات متشددة لها صلات بتنظيمية القاعدة والدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الصحراء النائية وتشن هجمات منتظمة على الجيش والمدنيين. وأضاف الجيش استهدفت هذه العملية إخراج العدو من مناطق يتخذها ملاذا له. ولفرنسا أكثر من 5100 عسكري في منطقة الساحل بغرب إفريقيا للمساعدة في مواجهة المتشددين، وهي مشاركة تواجه معارضة متزايدة في الداخل ومن بعض الأوساط في مالي. هدد المتحدث باسم رئاسة الأركان الإيرانية أبو الفضل الشكارجي بضرب مدينتي تل أبيب وحيفا وتسويتهما بالأرض في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ مخططاتها بشن هجوم محتمل على أهداف إيرانية. وفي ظل هذه التطورات، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قاذفة من طراز بي 52 الاستراتيجية انطلقت من قاعدة براكس ديل بولاية لويزانا لتحلق في أجواء الشرق الأوسط، وهي المرة السادسة
لها في المنطقة التي تشهد توترا مع إيران. وأضافت القيادة الوسطى أن الهدف من تحليق القاذفة هو استعراض قدرة الجيش الأمريكي على إرسال القوات الجوية إلى أي مكان في العالم وردع أي عدوان محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي. وفي معرض رده على طلب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لهجوم محتمل على منشآت نووية إيرانية، نقل التلفزيون الإيراني عن شكارجي وصفه التهديدات الإسرائيلية بأنها حرب نفسية وأوهام. وأجرى الحرس الثوري والجيش الإيرانيان خلال يناير الجاري سلسلة مناورات عسكرية امتدت نحو أسبوعين وشملت تمارين عدة مثل استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق صواريخ باليستية وإنزال مظليين. قالت الشرطة الأوروبية إن الشرطة الدولية استحوذت على أخطر شبكة لجرائم الإنترنت في العالم المستخدمة لاقتحام أنظمة الكمبيوتر. وقالت يوروبول ووكالتها القضائية الشقيقة يورو جيست إن العملية غير المشروعة التي تعتمد على برمجية أومتيت كانت بمثابة شركة أو شبكة برمجيات روبوتية تتيح لمشغليها الدخول إلى شبكة من أجهزة الكمبيوتر والتحكم فيها عن بعد. وتعاونت أجهزة الشرطة في بريطانيا وكندا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة ليتسلل إلى البنى التحتية لأومتيت التي وصفتها يوروبول بأنها أخطر البرامج الخبيثة في العالم. وأضافت أن الشبكة تضم عدة مئات من الخوادم في جميع أنحاء العالم وقد استخدمت للتحكم بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا للانتشار إلى أجهزة جديدة بهدف خدمة مجموعات إجرامية أخرى. وفي النوع الأخير قال علماء يونانيون في جزيرة ليسبوس البركانية قالوا أنهم اكتشفوا شجرة متحجرة نادرة لا تزال فروعها وجذورها سليمة برغم مرور 20 مليون عام. وقال الأستاذ نيكوس زوروس من متحف التاريخ الطبيعي للغابة المتحجرة في ليسبوس إن هذه أول مرة تكتشف شجرة في مثل هذه الحالة الجيدة بفروعها وجذورها منذ بدء التنقيب في العام 1995. وتمتد الغابة المتحجرة في ليسبوس على مساحة نحو 37 ألف فدان، وهي موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وتكونت نتيجة ثوران بركاني قبل 20 مليون عام غطى الغابة الشبه الاستوائية بالجزيرة. ويبلغ طول الشجرة الأحفورية نحو 19 مترا وظلت محفوظة أسفل طبقة سميكة من الرماد البركاني بعد سقوطها. وعثر العلماء على عدد كبير من أوراق شجر الفاكهة في نفس المنطقة مما يضيف إلى التصور العام للمنطقة إلى جانب عظام حيوانات عثر عليها هناك. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.